عن تجربتي في فسيخ ام مكه. طبعا جبت بالتليفون، كلمتها الاول كده يا جماعه على الماسنجر، فهي بصراحه ردت على طول، ورقم التليفون برضو بيرد على طول. اول حاجه كده هقول لكم اللفه، هنقول الحاجه يعني ايه الصراحه في الاوردر. مش هجامل ومش هقول بقى ايه لا ده فيه، لو فيه عيب هقول لكم فيه عيب، فيه كويس ويستحق التقدير هقول لكم كويس ويستحق التقدير. بما اننا بقى داخلين على رمضان ومش هنعرف ناكل فسيخ او ناكل رنجه او ناكل اي حاجه من الحاجات دي، فقررت ان انا ايه ابعت اجيب اوردر منها. تمام، فبعت ووصلني في نفس الميعاد بصراحه، يعني ما اتاخرش. الاتنين دول حوالي كيلو يعني بصوا، الواحده يعني لو وزنتيها هتيجي 600 جرام، 650 كده، يعني في الحدود دي. هنفتحهم هنا بقى مع بعض كده عشان نشوف الدنيا فيها ايه. عايزه اقول لكم كبار جدا، الصينيه دي كبيره، واخده الشاشه كلها، يعني مش صغيره، ده هي الفسيخه ما شاء الله كبيره. هو لحد هنا انا فتحت تمام، شلت واحده كده عشان اعرف اخد مساحه وانا بفتح. لحد هنا تمام. شايفين السمين ده اللي مقابلنا ده، السمين بتاع البوريه. تمام، البوري اصلا نفسه نظيف، يعني هي منقيه البوري، مش مستخسره في زباينها. تمام، ملحم وما هوش ناشف، وفيه سمين كده من جوه، في حاجه كده تحفه. طبعا شلت الحاجات اللي جواه كده علشان ايه، قفلت الكاميرا او قصيتها علشان ايه، محدش يقول ايه ده والكلام من ده. هنشيل بقى السلسله كده. انا لحد دلوقتي مش شامه ريحه فسيخ، هقول لكم الصراحه. يعني الفسيخ اللي ريحته نفاذه مانيش شماها، فدي حاجه طبعا يعني حاجه كويسه ان انت تبقي فاتحه فسيخ وما تلاقيش حد في البيت بيقول لك، يعني سوري في اللفظ، ايه الريحه دي. هنا هنعصر الليمون بقى، وهنظبط الدنيا. وبعد ما نعصر الليمون ونظبط الدنيا هندوق ونقول الطعم بصراحه. تمام، ماشيين كده مع بعض واحده واحده اهوت. والله الموضوع بصراحه. هروح دلوقتي نجيب بصل من البلكونه. تعالوا بقى نجيب البصل من هنا، انا زرعه بصل عندي مع النعناع. شوفوا ما شاء الله، ده النعناع اهوت، مش عارفه اوريكم ازاي. ده زرع الزينه كده. تمام، وده ريحان اهوت، وده البصل. تعالوا انا مش عايزه اقطع البصل من جذوره، انا ممكن اقطع كده بصلتين ثلاثه من ايه، من اخر حته فيه. مش عارفه اقطع، ممكن اجيب المقص اهوت. هقطع البصل هنا كده بالمقص كده زي ما انتم شايفين، عشان انا عايزاه يطلع غيره. تمام، انا بقول كفايه الثلاثه دول، مفيش حد هياكل غيري، محدش بياكل الفسيخ عندي غير انا بس. حلوه قوي، حلوه قوي. لسه كنت باكل نعناع، نعمل شاي بنعناع ان شاء الله بعد ما نخلص. ده النعناع ننزل. وهنا برضو في بصل وفي جرجير بس لسه ما طلعش، يعني حاجات صغننه كده على قدنا. ومع اول لقمه كده هنسمي الله. شوفوا، اول حاجه الفسيخ بيطلع جزل جزل، مش لازق في الجلده نفسها. تمام، دي حاجه طبعا مبشره. عايزه اقول لكم ما حدش عندي بياكل فسيخ خالص، غير ممكن تكون بنتي الكبيره بتدوق لقمه كده، اللي هو ايه نظام الفافي بقى، ايه لا حطي لي انت وحطها لي في بقي كمان. تمام، إيه، عايزه اقول لكم من اول لقمه لاخر لقمه طعمه تحفه بجد، تستاهل إيه ان هي فعلا إيه تبيع وتبيع وتستاهل الريفيو ده. انا والله العظيم ما اعلان، بس بقول الحقيقه. طريقة التحديق غير الفسخانية خالص. البوراية نفسها مفيش فسخاني هيجيب لك البوراية ملحمة ونضيفة بالشكل ده، وملهاش ريحة زفارة. اهم حاجة ان هي ملهاش ريحة زفارة. انا بعد ما اكلت يعني ايه، شلت كل اللحم اللي فيها كده، قلت ايه يمكن لعل وعسى بنتي تقوم تقول لي ايه، هاتي لي لقمة. حطيته كده في بولة وعصرت لها عليه ليمون، وقلت لها يعني البوراية دي حوالي 600 جرام، يعني كلت وشبعت وما قدرتش اكمل كمان، شلت الباقي. تمام، والتانية بقى شلتها في الفريزر اللي بعد رمضان بقى، يحيينا ويحييكم ربنا. بس دي كانت تجربتي بصراحه وبامانه. عايزه اقول لكم فعلا يستحق التجربه. واللي عايز رقم التليفون يكتب لي في التعليقات علشان اكتبه لكم، ونعمل كوبايه شاي بقى بالنعناع اللي احنا شفناه في البلكونه ده، بعد ما غسلنا ايدينا كده وظبطنا الدنيا، ونقول بالهنا والشفا وشكرا يا ام مكه. الفيديو ده يا جماعه للمره الاخيره مش اعلان، والله انا شاريه الفسيخ زي اي حد، بس حبيت اشارك معاكم فيه علشان اللي حابب يجرب الفسيخ ما يروحش ويدوخ ويجرب من حد تاني. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، واسيبكم في رعايه الله. مع الف سلامه، لا اله الا الله.